ريال مدريد يتأهل للمباراة النهائية بأقل مجهود أمام الأهلي المصري. قدم الريال الشوط الأول كرة بطيئة الرتم، واستطاع الخروج منه متقدما بأقدام السامبا البرازيلي فيني جونيور. الشوط الثاني ريال مدريد يدخل ضاغطا ويتمكن من تسجيل الثاني عن طريق الصقر فيدي فالفيردي بعد كرة مرتدة من الحارس الشناوي الذي قدم مباراة كبيرة للأمانة. الأهلي لم يستسلم وقلص الفارق وقدم مباراة كبيرة تليق بنادي القرن في إفريقيا، لكن خبرة ريال مدريد حسمت الأمور بعد دخول الرائع داني سيبايوس يحرر الريال ويصنع الهدف الثالث لرودريجو بطريقة جميلة جدا. المراهق أريباس أول لمسة يسجل الرابع ويقول لأنشيلوتي: أنا هنا. ريال مدريد لمواجهة الهلال السعودية في مباراة الحلم. لا تنسى تتابع الحساب وتضغط لايك وتعطينا رأيك في خانة التعليقات. من سيفوز في المباراة النهائية بين ريال مدريد والهلال السعودي؟ أنا أتوقع الريال.